ألأم شخص في العالم. الراجل ده من أمريكا طبعا، اتجوز الست الجميلة جدا دي، وجوازه مستمر 62 سنة. في البداية خالص اتعرفت عليه وكان عامل نفسه سمعه صغير شوية أو سمعه قليل جدا، بيسمع يعني ربع طاقة سمع أي إنسان، وإن كلامه قليل. بعدين يعني بعد فترة اتطرش خالص، أو قال إنه ما بيسمعش خالص وما بقاش بيتكلم أصلا، بقى أبكم كمان. يعني 62 سنة ما بيتكلمش في البيت ولا بيسمع ولا أي حاجة خالص. واكتشفت في يوم من الأيام وهو بسكران في البيت إنه قاعد عمال يتكلم ويغني. فيا نهار أبيض، صدمة جامدة جدا، ودخلت في نوبة طبعا من البكاء والاكتئاب، صدمة حياتها. رفعت عليه دعوة طلاق وهي في السن الكبير ده، لأنها حست طبعا إنها اتخدعت كل السنين اللي فاتت، واستجوب هذا الرجل العبقري قدام المحكمة. فهو قال لهم والله أنا ما أقصدش إن أنا أخدعها، أنا بحبها جدا، ولكن هي فكرتها إن هي صرصارة بترغي كتير، وأنا راجل هادي، فحبيت أقول إن أنا يعني أقول لها إن أنا ما بسمعش وما بتكلمش عشان تتجنب الكلام معايا، أو عشان لما تكلمني ما ردش عليها فتزهق وما تتكلمش معايا.